فيديو جديد. تعالوا نتكلم النهاردة عن بعض النقاط المهمة اللي محتاجينها في حياتنا. احنا كبشر مخلوقين أسوياء نفسيا وجسديا، بس في أسئلة مهمة لعقل كل شخص فينا لما بيحصل نوع من أنواع المشاكل ونخذل من بعض الأشخاص اللي بنحبها. أول سؤال: هل الأشخاص اللي في حياتنا كفيلين للتوكل عليهم؟ الإجابة لأ. مفيش حد ابدا كفيل ان هو يعتمد على شخص زيه، لان من وجهة نظري عند نقطتين اتنين مهمين محتاجين ان احنا نعرفهم ويبقوا رولز وقواعد في حياتنا. لو كان في نوع من انواع النقص في الجنس البشري اللي هو آه، آه، تضعيف او تفخيم النفس، فبيبقى من حاجتين اتنين ملهمش تالت. ده من وجهة نظري: الأهل أو المعتقدات والسلوك اللي بندرسه يا إما في الجامعة، يا إما من التقويم الحياتي اللي بيحصل لنا حتى في المشاكل اليومية. بنبتدي إن احنا نقيم الأشخاص على هيئة الموقف اللي تعاملوا بيه معانا. فلو الموقف اللي وقفوا معانا فيه كانوا أشخاص أسوياء نفسيا وابتدوا فعلا إن هم يساعدونا، فهم أشخاص أصحاء وأسوياء نفسيا ومحتاجين إن هم يكملوا معانا بقية حياتنا وحياتهم كمان، اللي هو نشارك حياتنا احنا الاتنين مع بعض. ولكن لو المشكلة اللي حصلت ما جمعتنيش بأشخاص، أو حتى لو كان في أشخاص وتعاملوا معايا بسخرية أو بعض العنف، فمحتاجين هنا نوقف معتقدات ونبتدي نتعامل على هيئة الموقف. عرفنا هنا ان اعتمادنا على الأنفس بتاعت غيرنا ممكن ما بيبقاش كشكل من أشكال الكمال كامل، لأن هما مش مجبرين أبدا ان هما يساعدونا. نرجع لأول كلمة: كل البشر أسوياء سواء كان جسديا أو نفسيا، وكل بني آدم كفيل إنه يساعد نفسه. بس هل اعتمادنا على النفس البشرية اللي هو أنا، نفسي أنا مش نفس غيري، قادر إنه يساعدنا على التوكل كشكل من أشكال الكمال برضو؟ علشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نفسر آيتين اتنين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. في الآية ذكر لفظ النفس كضعف أو كشكل من أشكال البلاء. لو كانت كضعف، فالنفس البشرية ممكن تبقى ضعيفة، كقلة ثقة في النفس، قلة اعتماد الشخص على التجارب في حياته، فبالتالي شخصيته ضعيفة. واعتماده على التجارب هنا مش ممكن ان هو يعملها وان هو قاعد في بيته، يبقى على الاقل عنده مساحة من مساحات الشغل او العمل خارج موقع الاهل والبيئة المحيطة ليه، علشان يقدر يقوم بعض التجارب ويقوم هل نفسه البشرية قادرة كشكل من اشكال الكمال تسعى بنفسها ولا محتاجة حد معاها. النقص في النفس هنا يحمل معنيين: موت أشخاص كتير حواليا وده مش هنتكلم فيه، أو نقص النفس البشرية اللي هي ممكن تبقى ضعف في الشخصية، قلة ثقة بالنفس. كل ده وارد في نقص النفس. يبقى كده ملخص الموضوع ده لحد دلوقتي: إن مفيش شخص نقدر نتوكل عليه، مفيش نفس مننا نقدر نتوكل عليها، ولو ده حصل هنقف لحد لاين كده معين ومش هنقدر نتجاوزه خالص، مش هنقدر نتجاوزه حرفيا. في حاجات قدرة الإنسان أو القدرة البشرية مش هتقدر تتخطاها أو تتعداها. منطق للإله حطه لينا كأن الإنسان موجه أو مفطور، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي: إن في خالق أو إله كبير أو مصدر لينا نلجأ ليه في المواقف اللي احنا ما نقدرش بجد لا نعتمد فيها على أشخاص ولا نعتمد فيها على النفس، كنفس ضعيفة وشخصية مهزوزة. في الحالة دي ربنا مش هيسيبنا كده،
ودي حالة من حالات اللي هم بيقولوا عليها علماء النفس انك لوحدك، اللي هو واجه ده لوحدك، انت خلاص محطوط ما بين يعني مشكلة انت محدش قادر يساعدك فيها. help yourself هنا بقى. فلو كده في حل او قواعد ربنا حطها لنا للمواقف اللي زي دي. اول آية هنفسرها بعد الآية اللي فاتت للمشكلة بتاعت ان الانفس هنا ضعيفة ومفيش اشخاص ابدا للتوكل عليهم. يريد الله ليخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. الاصل هنا في الانسان انه ضعيف، فلو الاصل اصلا الضعف فاحنا هنتقوى ازاي؟ الاشخاص اللي معتمدين على بعض الوكلاء في حياتهم، انتوا ناسيين ربنا ازاي؟ لو كل واحد شايف ان هو عنده وكيل في حياته وربنا قادر ان هو يعمل له كل المعجزات حرفيا اللي هو يطلبها، فين ربنا هنا في حياتك؟ متخيلين ان ربنا بيقول لنا تعالوا لنا اصلا؟ فازاي بعد آية يريد الله ليخفف عنكم ان يبقى في حد تاني او في شخص تاني كفيل ووكيل ليا في الدنيا؟ طيب، ملخص لكل اللي احنا قلناه في الدقايق اللي فاتت دي: مفيش شخص نتوكل عليه، مفيش نفس نتوكل عليها، وخصوصا لو كانت نفسنا ضعيفة. ولو مشينا ستيبس او خطوات في بعض من المشاكل هنقدر نحلها، بس هنيجي عند لاين وخط كده مش هنقدر، فبالتالي محتاجين نعتمد على ربنا. وهنا جت آية وكفى بالله وكيلا. من بداية المشكلة أصلا محتاجين إن احنا نبقى على اعتماد كلي بربنا. من بداية المشكلة الجذور من هنا نعتمد على ربنا، اوكي، بحيث ان احنا حتى في منتصف المشكلة نبقى اقدامنا ثابتة واوتادنا لسه ماسكة في الارض وجذورنا متمددة متفرعة في الارض. ما نجيش على اخر المشكلة وننهار، وهنبتدي هنا بجد. لو انهارنا هنعوز نعتمد على بعض الاشخاص والانفس التانية اللي في حياتنا. فخدوها من الاول قاعدة: اعتمدوا على ربنا، واتبعوا الآية اللي بتقول وكفى بالله وكيلا.